تعالوا بقى النهاردة نتعلم نعمل صينية بطاطس بالكبد والقوانص. صينية بسيطة ولذيذة، مش صعبة خالص. شايفين شكلها طالع حلو ازاي؟ ما اقولكوش على ريحتها. يا سلام بقى لما ناكل شوية صينية البطاطس دي مع شوية مخلل او عيش او رز. قبل ما نخش نشوف الطريقة، تنزلي دعميني باللايك والاشتراك. اول حاجه معايا 500 جرام من البطاطس، ومعايا 500 جرام من الكبد والقوانص، ومعايا بصلتين مقطعهم حلقين، ومعايا طماطمتين بشراهم، ومعايا بقى التوابل اللي هي الملح وكعب مرقه ومعلقه صغيره سكر، ومعايا بهارات فراخ، ومعايا بصل بودر وتوم بودر وفلفل اسمر. زي ما هي دي التوابل اللي معانا. اول حاجه هننزل في الصينيه كده بالبطاطس المقطعه حلقان بالشكل ده، ولا هي تخينه قوي ولا هي رفيعه قوي، يعني تبقى حلوه كده. وهنزل بالبصل الحلقان زي ما حضراتكم شايفين كده. هي صينيه بسيطه جدا ومش صعبه، وتقدري تعملها في اي وقت وفي نفس الوقت تغيير. وبعد كده أنا نزلت بالطماطمتين اللي انا بشراهم، وهننزل بكل التوابل اللي انا شرحتها في اول الفيديو. اول حاجه نزلت مكعب المرقه، بعد كده هنزل بالبصل البودر. تمام يا حبايبي. وبعد كده بقى هنزل معايا هنا معلقة صغيرة سكر، وفعلا على فكرة السكر بيسكر البطاطس وبيخليها طعمها حلو قوي. وهنا نزلت بالفلفل الاسمر زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده نزلت ببهارات الفراخ. تمام. تمام. بعد كده بقى نزلت نص معلقة من الملح، يا ريت منكترش عشان خاطر ما تحدقش مننا وتبقى حادقة معانا. بعد كده بقى هنخلط كل الحاجات دي زي ما انتوا شايفين كده بالشكل اللي انا بعمله ده، كله يختلط في قلب بعض. ولو هنا حسيت ان في بصل هنا لسه ماسك في بعضه، حاولي تفكيه من بعض زي ما انا ما بعمل كده في الفيديو. تمام كده يا حبايبي. وفي الخطوة بقى اللي جاية دي، انا بقى معايا الكبد والقوانص غسلهم كويس قوي بليمون وخل، ونقعهم شوية لحد ما وبعد كده بعد ما اتنقعتهم بالمية والليمون والخل عشان ريحة الزفارة، سبتهم يتصفوا. بعد كده بقى ضفت الكبد والقوانص في قلب البطاطس كده عشان خاطر يشربوا من التتبيلة اللي احنا عاملينها. وهنركنها شوية هندخلها التلاجة لمدة ساعة كده، او انت لو عايزة تكتري. وكل انت ما بتسيبها في التتبيلة بيبقى طعمها احلى. بعد كده يا حبايبي بقى انا هدخلها التلاجة لمدة ساعة. وكده بعد ما طلعتها من التلاجة، شربت كويس قوي من التتبيلة اللي انا عاملاها. لازم تجربيها بجد، هتعجبكم قوي، وفي نفس الوقت حاجة مختلفة وحاجة جديدة. بصوا بقى في الخطوة اللي جاية دي، انا معايا مج مية نزلت بيه كده على البطاطس في قلب الكبد والقوانص. تمام. وبعد كده يا حبايبي بقى الخطوة اللي جاية دي لازم نغطي صينية البطاطس بالكبد والقوانص دي وندخلها الفرن. وكده يا حبايبي بعد ما طلعنا الصينية بتاعتنا الجميلة من الفرن بعد 45 دقيقة بالظبط، شايفين طلع حلوة ازاي؟ وما اقولكوش على ريحتها. وكده وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسيش دعميني باللايك والاشتراك، وبألف هنا.